السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنس ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. طبعا كالعادة قبل ما نبدأ أي فيديو يعني دائما أقولها، إذا كنت تتابع هذا الفيديو في وقت صلاة أتمنى منك إنك تروح تصلي، لأنه ما لها داعي تسحب على الصلاة عشاني ولا عشان أي يوتيوبر ثاني، لأنه الصلاة زي ما أنتم تعرفون إنها عمود الدين، فما لها داعي تسحب على الصلاة وما أدري إيش وتأخذ ذنبه في النهاية، حتى ممكن الفيديو يكون فيه ذنوب. فصلي بعدين ارجع شوف الفيديو على الأقل، أوكي؟ على الأقل. الشيء الثاني حاب أنوه عنه، إذا كنت تتابع هذا الفيديو وأنت ما أنت مشترك أتمنى منك إنك تشترك عشان إن شاء الله نوصل 100,000 قبل نهاية السنة. وفي شيء قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه الخير ابغى اقوله، مره مبسوط منكم يا جماعه الخير. الفيديو اللي راح اكثر فيديو في قناتي ما توقعت انه راح ينجح، اكون معاكم صريح مره. الفيديو اللي راح اللي هو فيديو اسوأ وافضل مهرجان رحته، اوكي يا جماعه الخير؟ صراحه يا جماعه الخير انا ما توقعت يجيب 100 مشاهده او 102، يعني لا نجحد الشخصين اللي شافوا الفيديو. انا صراحه ما توقعته. صراحه اشكركم، طبعا اول شيء الشكر لله عز وجل، ثم الشكر لكم، لانه هذا الفيديو يا جماعه الخير صارت لي فيه مشاكل في المونتاج، واضطريت اني احذف 10 دقائق من الفيديو، انه انحذفت 10 دقائق من الفيديو، فكنت مره زعلان حرفيا يا جماعه الخير. وانا منزل الفيديو كنت افكر اني اكنسل الفيديو واصور فيديو قبل ما انزل الفيديو هذا اللي نزلت لكم اياه امس، وازيد اعيد الفيديو ويكون كويس، لكن قلت خلاص خلني انزله كذا ولا كذا خربانه اصلا. فالمهم لما نزلته ما شفت كان فيه مشاهده، رحت يعني انشغلت وصارت لي اشياء كثير. بعدين فجاه كذا قبل ما انام اروح اشيك على الفيديو كذا، اسوي ريفرش، كان 0 مشاهده لان باقي ما سويت ريفرش. اسوي ريفرش 100 مشاهده. والله يا جماعه الخير حطيت ايدي على راسي قلت احا، كيف جاب 100 مشاهده؟ انا ما توقعت انه ينجح. فصار زي ما قلت لكم يا جماعه الخير، الشكر الاول لله عز وجل، ثم لكم على الدعم اللي صار في الفيديو اللي راح. والان اخليكم مع الفيديو. طبعا شوفوا يا جماعه الخير، دائما عودتكم في القناه بعض المشاكل اللي تصير في السوشيال ميديا ما اذكر فيها اسم ولا عنوان ولا اي شيء، ما اذكر فيها ولا شيء، اقول لكم القصه كذا بدون اي شيء، حتى مثلا خلينا نقول صور ما راح اجيب صور. فهذه الدراما واحدة منها، اللي هي الدراما اللي صارت الفترة الحالية. طبعا ما راح اقول لكم حتى ايش هذا المشهور، هل ذكر انثى بوابة، ما راح اقول لكم اي شيء عنهم وما راح اذكر اي تفاصيل، لانه حرفيا يا جماعة الخير الفيديوهات عادية، القصة عادية، لكن الشخص وهو يرويها او بني ادم اللي يقولها وهو يروي القصة الشكل او المظهر الخارجي ما اعجبني، فقلت خلاص ما راح اتكلم عن اي تفصيل، لكن راح اتكلم عن المشكله. وتذكرون يا جماعه الخير طبعا نزلت لكم في المنتدى، انا شايف كل ما تتابع الكوميونتي او المنتدى حقي، نزلت في الكوميونتي انه تذكرون قصه لبوبو، صار معايا الشيء اللي انا كنت استناه، خلاص صار، وباذن الله الفيديو الجاي راح يكون قصه لبوبو باذن الله. لكن اذا شفتوني مثلا تنرفزت بعض الامور او ايا كان، اتمنى انكم تمشوا لي، لانه الحين صايرت لي مشكله غير مشكله لبوبو، لان خلاص مشكله لبوبو انحلت 100% انحلت. اوكي يا جماعه الخير، الان صارت لي مشكله ثانيه، والله يا جماعه الخير مخربه بودي من 4 أيام تقريبا، والله ما استهبل يا جماعه الخير، مره كذا قافله معي وخلاص كذا، مره زعلان حرفيا، مره مكتئب. اوكي، والحين من جد خليكم فكره الفيديو. في شيء صار الان في تطبيق معين بين بشر في التيك توك، اوكي؟ يعني هو في التيك توك، القصه صارت في التيك توك، لكن من بين بشر، مين البشر الله اعلم يا جماعه الخير. اللي صار بكل اختصار يا جماعه الخير، الشخص الاول اللي هو الشخص اللي كل الناس واقفه معه تقريبا، انه صارت له قصه قبل 3 سنوات كلنا نعرفها، انه صارت بعد ما صارت راح يزور الشخص الثاني، الشخص اللي ناس هاجمته، كويس يا جماعه الخير، ويتكلم عنه وينتقده ويقول انه في كذا وكذا وكذا وكذا، يعني بالاختصار قاعد يقول كل شيء صار، وانه صار له تنمر وبسببه كان يبكي وسط البث كذا، في وسط البث كان يبكي. بني ادم كانوا يقولوا له لا تروح لانه الساعه 3 الفجر، في النهايه بعد ما خلصوا وقفلوا البثوث قالوا يلا انقل. هذا الشيء اللي صار بالمختصر المفيد، لانه الفيديوهات في الدراما هذه يا جماعه الخير طويله بشكل، يعني لو يتحمسوا شويه حطوها في نتفليكس. انا اكون معكم صريح، انا واقف مع الشخص الاول، انا واقف معاه من الشيء اللي صار له، لانه شوفوا يا جماعه الخير، التنمر في حالات، في التنمر اللي عادي اشوفه صراحه، انه مثلا شخص سمين تروح تتنمر عليه عشان يتشجع انه ينحف، فاهمين علي يا جماعه الخير؟ او مثلا شخص يعني في شيء يقدر يغيره، هو بيده يقدر يغيره، فاهمين علي يا جماعه الخير؟ انت تقدر هنا تتنمر عليه، لكن الشخص يعني الله خلقه كذا، خلقة الله عز وجل، هذا خلق الله عز وجل، تروح تتنمر عليه في شيء ما يقدر يغيره، مثلا إعاقة كشكل، مثلا زي المعروف عنه متلازمة الداون، تروح تتنمر على شخص عشان عنده متلازمة الداون. يعني فاهمين على جماعة الخير؟ يعني الواحد ترى قبل ما ينولد ما تطلع له كذا قائمة يختار المواصفات حقه، فالناس زي ما قلت لكم 100% راح توقف مع الشخص
الشخص الاول، فالشخص الثاني طلع. شفت رد الشخص الثاني والشخص الاول. اوكي يا جماعه الخير، الشخص الثاني رده مره ما اعجبني يا جماعه الخير. اول شيء كان يتأتئ في الكلام. لغة الجسد، شوفوا أنا ما بجي أتفلسف عليكم، والله لغة الجسد شفت فيديو في اليوتيوب مدته 2 ساعتين عشان يعلمك لغة الجسد وعلم النفس. شوفوا يا جماعة الخير، أنا من اهتماماتي التحقيق، أوكي، والتحقيق إن تحلل كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء تشوفه تحلله، مو بس مثلا خلينا نقول من الكلام، لا تحلل لغة الجسد ومدري إيش. فأنا إن شاء الله الجامعة ناوي أدخل تحقيق، فعشان كذا قاعد احاول اتعلم عن التحقيق قبل ما ادخل الجامعه، لانه خلاص هذه اخر سنه لي تقريبا، لان الحين انا طالع 3 ثانوي. اوكي يا جماعه الخير، انا احب زي ما قلت لكم اتعلم عن علم النفس بشكل عام عشان ما اتوهق في الجامعه، فاهمين علي يا جماعه الخير؟ فالمهم انا حللت لغه الجسد، وتحليل الشخص يقول انه الشخص الثاني في بعض الاشياء. اول شيء يا جماعه الخير المحادثات، اي شخص يطلع محادثات يمديني افبركها. اوكي يا جماعه الخير، انا اقصد على كلام الشخص الثاني، لانه شوفوا كلام الشخص الثاني انا ضده ب50%. اوكي يا جماعه الخير، فانا اصلا قبل ما ارد على الشخص اكيد بكون واثق، ما راح اقعد اتأتئ في الكلام، لانه انا بكون واثق من نفسي انه انا الصح، فعشان كذا ما راح اتوتر. فانا لما شفت الشخص الثاني في بعض الردود حقته كان فيها توتر، وانه كذا يقعد يتذكر ويطالع فوق، زي ما قلت لكم لغه الجسد اثبتت انه الشخص الثاني بالنسبه لي انا انه نص كلامه غلط، نص كلامه كذب. اوكي يا جماعه الخير، يعني المحادثات يمديني افبركها، يعني يمديني الحين انشر محادثات للشخص الثاني اقول شوفوا هذا كذاب، فالمحادثات يمديني افبركها 100%. الشخص رقم واحد انه في اثباتات، يعني كان في بث مباشر يثبت انه هذا بكى في وسط البث. واصلا يا جماعه الخير قبل البث اللي بكى فيه الشخص رقم واحد كان في بث قبله كان يبكي فيه انه بسبب تنمر الناس، انه يشبهونه باشياء كثير، فاهمين علي يا جماعه الخير؟ اللي يسالني انس ليش ما تبغى توضح؟ والله يا جماعه الخير انا ما ابغى اخذ ذنوب. اوكي انا قاعد اشرح القصه كذا من اللي انا فهمته، لانه القصه مره معقده، ثاني شيء فيها ذنوب، فانا ما ابغى اخذ اي ذنب. انا ابغاك يا عزيزي المشاهد تحلل انه انا اتكلم عن مين، فاهمين؟ انا ما ابغى اقول هذا الكلام بعدين تروحون تشوفون واخذ ذنوب، لا كفايه كذا. اوكي انا ابغاك تحلل وتستنبط، ابغاك تعصر مخك عشان تعرف انا اتكلم عن مين. اوكي يا جماعه الخير، فخلونا نكمل. فلما شفت فيديو الشخص الثاني كان مره طويل، قاعد اسكب له حرفيا يا جماعه الخير، وصلت للنقطه هي النقطه اللي اثارت الجدل. يا جماعه الخير الشخص الثاني مهما كانت المشكله اللي بينكم ما تروح تتهم الشخص الاول في شرفه. يا اخي سؤال الحين انت بينك وبين شخص مشكله، انت بتذكر المشكله وبتقول كل شيء في المشكله، اذا كان في نوعا ما شك في الكلام، وخلنا نقول حتى لو كان كذب، ما تروح تتهم الشخص بشرفه مهما كان. اذا عندك اثبات قوي جدا كي خاص، اثبات يعني ما يكذب، فاهمين؟ لكن ما تروح تتهم الشخص في شرفه وانت بس ما عندك الا محادثات مفبركه. اللي يسالني ليش انت مصدق الشخص رقم واحد، ليش لهالدرجه مصدقه؟ يا جماعه الخير احنا كلنا نعرف في الدين الاسلامي شخص طلع حلف بالقران هو اصلا بيتحمل ذنبه، فاحنا بنصدقه. حلف بالقران قدام الناس كلنا نعرف انه حساب الشخص اللي يحلف كذب يتحاسب في الدنيا قبل الاخره، فاحنا بنشوف اذا كان شخص رقم واحد كذاب راح يتحاسب، فاهمين؟ في الدنيا وبالاخره، واحنا بنشوف. لكن الشخص الثاني يا اخي ما لك حق تروح تكذب، وحلف بالقران يعني مستحيل، يعني ما راح يحلف على قران فيك، فهو كذبه انه حلف على القران، انه يقول حلفه كله كذب. هذا واحد. الشيء الثاني انه طلع اتهمه بشرفه، هذا فيها خطوط حمراء كثير، ما تروح تتهم الشخص بشرفه قدام الناس، والشخص رقم واحد قال انه انتم سويتوا معايا كذا كذا كذا، ما تروح عشان ما عندك رد تتهم الشخص الاول بشرفه. هذه الدراما يا جماعه الخير، وانا قاعد احاول افهمها من فيديوهات مازن. يا جماعه الخير جن صداع، والله دراما طويله بشكل. انا واقف مع الشخص رقم واحد ضد الشخص رقم اثنين، مو عشان يوقف مع الشخص رقم واحد يعني انا من فانزاته، لا مستحيل، اعوذ بالله. انا واقف معاك دراما. اوكي يا جماعه الخير، وبس الى هنا وصلنا هذا الفيديو. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، واكتبوا لي رايكم في الدراما اللي صارت هذه، مع اني ما اتوقع ممكن تعرفون الدراما من كثر ما انا ما لمحت حرفيا. مع السلامه.